قصة النهاردة بطلها استغل شطارته في علم النفس وهو بيخطط لجريمته، وعرف في وقت قليل جدا إنه يتعرف على ناس زيه ولاد أبلسة علشان ينفذ جريمته. بس قبل ما نحكي حكايته اعملوا سبسكرايب لو لسه مش عاملين لقناتنا علشان احنا بنكبر بيكو، واعملوا لايك دلوقتي علشان تسرح معايا في الحكاية براحتك، وقول لنا رأيك في القصة بتاعت النهاردة بعد ما تسمعها لحد الآخر. يلا نبدأ حكايتنا. بسم الله. حكيم أشهر مدرس علم نفس في الأقصر. الجريمة حصلت سنة 2013، لكن القصة نفسها تبدأ من 2004. حكيم شاب في بداية حياته، مقيم في محافظة الأقصر، وأول ما يتخرج يشتغل مدرس على طول، وتحديداً لمادة علم النفس في واحدة من أشهر المدارس في الأقصر. وفعلاً كان متميز جداً في المادة دي، وقدر في وقت قليل يثبت وجوده في المدرسة. كل المدرسين اللي كانوا معاه في نفس المدرسة كانوا شايفينه شخص ناجح جداً، لدرجة إنه خلال شغله كان بيحضر ماجستير في علم النفس، وده من كتر حبه في النفس اللي ممكن تخبيها النفس البشرية. وكان ملفت للانتباه جداً، لأن شطارته وتميزه اللي كان فيه كان بيقول إن الشخص ده هيكون ليه مستقبل كبير. ومن ضمن الناس اللي كانوا مهتمين بيه ومعجبين بيه جداً مدرسة معاه في نفس المدرسة اسمها حنان، مدرسة جميلة ومحترمة، وكل زمايلها اللي معاها بيقولوا عليها كده. وخلال وقت قليل بدأت نظرات الإعجاب بين حكيم وبين حنان تزيد وتبان أكتر، لحد ما حكيم اتقدم لها وطلب إيديها للجواز، وحنان وبشكل سريع وافقت عليه لأنه شخص مميز جدا. وخلال وقت قليل يتم الجواز بينهم في وسط حب ودعم من العيلتين. العيلتين كانوا بيحبوا وبيحترموا بعض جدا، وحنان قررت من بداية الجواز إنها تكون الشخص اللي بيساعد حكيم في حياته إنه ينجح أكتر، وعلشان كده كانت بتساعده في دراسة الماجستير بتاعته. والأهالي في الأقصر من كتر حب الطلبة في المدرس حكيم كانوا بيطلبوا منه دايما إنه يدي ولادهم دروس خصوصية. وبالنسبة لحكيم دي كانت فكرة جميلة جدا علشان يقدر يزود دخله، وحنان كانت بتشجعه جدا في كل الخطوات دي. لكن حكيم مجرد ما بقت الفلوس معاها أكتر بدأ يزيد معاها الطمع والجشع أكتر، لأنه لقى إن الوقت اللي بيضيع وهو بيتحرك من بيت للتاني علشان يدي للطلبة دروس خصوصية يقدر في الوقت ده يدي عدد دروس أكتر. وعلشان كده قرر إنه يتفق مع واحد من المراكز التعليمية في الأقصر، وتبقى هي دي المكان اللي بيدي فيه الدروس الخصوصية، فيبقى قاعد في مكانه والطلبة هي اللي تجيله لحد عنده وياخد الدروس بتاعتهم بناء على الجدول اللي كان بيحطه أستاذ حكيم. وبكده تبقى المكاسب المالية بقت أكتر بكتير. وبعد ما يمر شوية وقت الوضع في حياة حكيم بقى كالتالي: يخلص شغله ويرجع على بيته لمدة ساعة بالظبط، وبعد كده ينزل ويفضل قاعد بقية اليوم جوه المركز التعليمي. والوضع ده بدأ يضايق حنان، لأن حكيم فعليا ما بقاش موجود في الحياة خالص. بس حنان كانت بتسكت، لأن الوضع اللي كانوا فيه تحديدا بعد ما ربنا رزقهم بطفلين أكيد بقى محتاج مصاريف زيادة. ودي كانت دايما حجة أستاذ حكيم اللي كان بيقول لها إنه بيعمل كده علشان يقدر يكفي مصاريفه ومصاريف الولاد ويقدر يعيشهم في وضع أحسن بكتير. وتمر السنين لحد ما نوصل لسنة 2008، وحنان تكتشف إن حكيم عنده مجموعة من العلاقات النسائية، وعرفت كمان إن معظم الوقت اللي بيكون فيه بره البيت مش دايما بيكون جوه المركز التعليمي. وكان معاها أكتر من دليل إن حكيم على علاقات نسائية متعددة. لكن الغريب وبخبرة حكيم في علم النفس قدر يخلي حنان تحس بتأنيب وضمير، وقلب الترابيزة عليها وحسسها إن المشكلة عندها هي، لأنها بقت مهتمة بالولاد وبس، وهي مش واخدة بالها منه خالص. وفي الوضع ده حنان قعدت تدور إزاي تبرر له المشكلة اللي هي عملتها. لكن بعد ما فاقت من اللي هو عاله فكرت في فكرة تقدر من خلال الفكرة دي إنها تحقق التوازن بين كل الأطراف، تبقى هي مبسوطة وحكيم مبسوط والولاد كمان مبسوطين. والفكرة هي إن كل الدروس وحياة حكيم كلها هتتم في مكان واحد في بيتهم اللي هيعيشوا فيه.
وهنا حنان تنزل تدور على شقة دور أرضي تكون مساحتها كبيرة. جزء كبير من الشقة هيكون هو مكان السكن اللي هم عايشين فيه، والجزء التاني هيتم تخصيصه كمركز تعليمي للمدرس حكيم ويستقبل فيه الطلبة بتوعه، وكله يحصل قدام عين حنان وتحت سيطرتها الكاملة. ولما تعرض الموضوع ده على حكيم ما يلاقيش أي حجة يقدر يرفض بيها الفكرة دي، وفعلا يوافق وينفذ. وتمر سنة كاملة بعد ما ياخدوا الشقة الدور الأرضي ويعيشوا فيها ويعملوا فيها جزء مركز تعليمي خاص بيه، والدنيا ماشية كويس جدا. لكن بعد شوية تحصل مشكلة عند حكيم، إن عدد الطلبة عمال يزيد أكتر، وبقى عنده مشكلة في استقبال الطلبة وتحديد المواعيد وترتيب وتنظيم الوقت بينهم. فضروري يكون في حد مسؤول عن تنظيم وترتيب المواعيد، وكمان يمسك الحسابات الخاصة بالطلبة مع المدرس حكيم. وهنا يجي دور السكرتيرة الجميلة اللي هتيجي تمسك لحكيم كل شغله، وهتبقى مقيمة معاهم في الشقة. وده طبعا شكله طبيعي قدام كل الناس، لأن المركز التعليمي أصلا جوه الشقة. والحقيقة إن السكرتيرة دي كانت على علاقة بحكيم لمدة 7 سنين، بس طبعا حنان ما كانتش تعرف عنها أي حاجة. ولأن السكرتيرة دي كانت قريبة جدا منه، فكانت عارفة كل حاجة في حياته، وكانت عارفة دخله المادي، وكانت عارفة مشاكله مع حنان. والعلاقة بين حكيم وبين السكرتيرة ما كانتش علاقة عادية ولا حتى علاقة عاطفية عابرة، دي كانت علاقة غير شرعية. وبتتمرجح كانت بتغير جدا على حكيم، وعندها غيرة طبيعية من السكرتيرة، بس ما كانتش متوقعة أبدا إن ده شكل العلاقة بين حكيم وبين السكرتيرة بتاعته. وتمر سنين كمان لحد ما نوصل لسنة 2013. حنان وهي قاعدة في بيتها عادي، فجأة يجيلها مجموعة من الرسائل الغرامية من رقم غريب، وهي مش مسجلاه عندها. والرسائل دي تكتر أكتر يوم بعد يوم، ولما تحاول حنان تكلم الرقم ده دايما تلاقيه مقفول. ولما حكيم يوصل البيت ويشوف الرسائل دي بنفسه يعمل معاها مشكلة كبيرة، ويتهمها إنها على علاقة بحد، وياخد منها التليفون ويحاول يكلم الرقم أكتر من مرة قدامها، لكن دايما الرقم مقفول. وبعد يومين ترجع الرسائل تجيلها تاني، بس الرسائل مضمونها إن الشخص ده على علاقة بحنان وعلاقة غير شرعية. فحكيم يعمل مشكلة كبيرة مع حنان، وبسبب المشكلة دي حنان تسيب له البيت وتروح تقعد عند أهلها. وبعد أسبوع يتصالحوا وكل حاجة ترجع زي الأول وأحسن، وحكيم يوعدها إنه مش هيشك فيها تاني، وإنه متأكد إنها كويسة. ويمر شهر كامل والدنيا مستقرة جدا وهادية، ومفيش أي مشاكل بين حكيم وبين حنان. لحد ما يجي يوم حكيم يصحى الساعة 7 الصبح في ميعاده الطبيعي، ويلبس وينزل يروح المدرسة بتاعته. والمفروض إن حنان كانت تصحى بعده بحاجة بسيطة علشان تنزل هي كمان تروح على شغلها. وتيجي الساعة 8 الصبح وبنتهم اللي اسمها سارة اللي عندها 9 سنين في الوقت ده تصحى من النوم بالصدفة، لأن ده مش ميعادها الطبيعي. وسارة عارفة إن باباها ومامتها في الوقت ده بيكونوا هما الاتنين خرجوا وراحوا على شغلهم. لكن يلفت انتباهها إن مفتاح البيت بتاع مامتها موجود في باب الشقة من جوه، وده معناه إن مامتها ما نزلتش من البيت وإنها لسه موجودة جوه. فتدخل عليها أوضة النوم فتلاقيها نايمة على السرير وفي بقها حتة قماشة مبلولة. وشكل مامتها غريب جدا، جسمها مليان علامات زرقاء وشكلها غريب، ده غير إن في أماكن جوه أوضة النوم شكلها مبعثر، وكأن الحاجات اللي موجودة وقعت على الأرض. البنت تحاول تصحي مامتها أكتر من مرة، لكن تلاحظ إن مامتها ما بتتحركش وشكلها غريب جدا. فتنهار سارة وتقرر إنها تكلم والدها على طول، ويرد عليها وهو جوه المدرسة ويسمع منها ويتصدم من اللي بيسمعه، ويقول لها إنها تكلم جدتها على طول على بال ما هو يسيب المدرسة ويرجع تاني على البيت. البنت فعلا تعمل كده، وفي نفس الوقت تصحي أخوها اللي تلاقيه نايم في مكان تاني غير مكانه الطبيعي.
فأول ما يصحى من النوم فيقول لها إنه صحي بدري ولقى باباها واقف في وسط الشقة وشكله عادي. لما شافه صحي من النوم خلاه يبص على مامته ويطمن عليها، وبعد كده قال له يدخل ينام لأن لسه الدنيا بدري جدا. وفجأة جدتها في نفس الوقت يجيلها تليفون من واحد صوته غريب جدا بيقول لها إنه قتل بنتها وإنه عايز 50,000 جنيه يا إما هيقتل ولادها الاتنين ويقتل كمان جوزها حكيم. ويقفل الخط والتليفون يتقفل بعدها على طول. حكيم يوصل البيت ويكلم الشرطة على طول ويبلغهم إن مراته مقتولة، فيتحرك رجال الشرطة ومعاهم مجموعة من خبراء المعمل الجنائي، وأول ما يوصلوا يعرفوا إنهم قدام جريمة قتل وجريمة سرقة. ويلفت انتباه رجال الشرطة في مسرح الجريمة بعض الحاجات. أولاً إن مفيش أي آثار عنف واضحة في دخول الشقة، لا في الأبواب ولا في الشبابيك، وده لأنهم ساكنين في الدور الأرضي. ثانياً وجود مفاتيح الأم في الباب من جوه وكأنها مش عايزة أي حد يدخل من بره، وده معناه إن هي اللي فتحت الباب. والنقطة الثالثة والأهم إن واضح على رقبة حنان علامات الخنق، وفي نفس الوقت في فوطة مبلولة موجودة في بقها. ورابع حاجة إن كل الذهب بتاعها اللي موجود في البيت لقيوه مسروق، وكل الفلوس اللي كانت في شنطتها أو في الدولاب لقوها مسروقة. واضح إن اللي عمل كده منظم ومرتب نفسه كويس جدا. ده غير إن خبراء المعمل الجنائي قدروا يلاقوا بصمة غريبة موجودة في أكثر من مكان في الشقة. وبعد ما معاينة مسرح الجريمة بالكامل خلصت يتم إرسال جثة حنان إلى الطب الشرعي، وفي نفس الوقت يبدأ رجال المباحث في التحقيقات وجمع الأدلة والاستماع للشهود. وجريمة السرقة منطقية لأنه أستاذ حكيم معروف جدا هناك، ومعروف إنه غني وإنه بيشيل فلوس جوه البيت وبشكل يومي. وفي فترة التحقيقات والاستماع لأقوال جوزها حكيم أكد إنه مش بيتهم أي حد وإنه ما عندوش عداوات ولا هو ولا مراته مع أي حد. لكن كان لافت انتباهه إن في رقم غريب بيبعت رسائل لمراته، بس الرقم ده على طول مقفول، ومضمون الرسائل اللي الرقم ده كان بيبعتها مش مريح. رجال المباحث يفهموا من كلام حكيم إنه عايز يقول بس على استحياء إن مراته احتمال تكون على علاقة بحد وهو اللي عمل كده. رجال المباحث كتبوا الملاحظة المهمة دي، لكن كملوا الاستماع لأقوال حكيم اللي قال إنه نزل الساعة 7 الصبح وبعدها طلع على فرن العيش واشترى عيش، وبعدها طلع على محطة البنزين، وبعدها راح على الشغل بتاعه وقعد هناك لحد ما بنته كلمته. يكمل رجال المباحث جمع المعلومات واللي يعرفوا من خلالها إن في خلافات كانت مستمرة بين حكيم وبين حنان، وإن في ناس كتير جدا كانت شاهدة على الخلافات دي. ولما يفحصوا تليفون حنان يلاقوا فعلا إن في رقم غريب كان بيبعت لها رسائل غرامية. فيقسم رجال المباحث نفسهم لمجموعة كبيرة من فرق البحث، لأن هدفهم إنه لازم يحلوا القضية دي ويعرفوا مين صاحب البصمة الغريبة الوحيدة اللي في البيت. ويوصل تقرير الطب الشرعي واللي بيقول إن حنان كانت واخدة كمية من أدوية منومة قبل الوفاة بوقت قليل، وإن عندها كسر في عظمة الرقبة نتيجة للضغط بقوة عليها، وده تسبب في الخنق وهو ده سبب الوفاة. وبرغم إن في آثار مية موجودة بسبب قطعة القماش اللي موجودة، لكن ملهاش أي علاقة بسبب الوفاة، وكأن اللي عمل كده بعد ما حنان ماتت. ده غير إنهم لقوا آثار صابون موجودة على إيد حنان، فعرفوا إن غالباً اللي قلع حنان الذهب استخدم حاجة تسهل له خروج الذهب من إيد حنان. ده حد رايق جداً وشغال على مهله. ويوصل في نفس الوقت قائمة المسروقات اللي حصلت في الشقة، ويلاقوا إنه تم سرقة 1000 جنيه من شنطة حنان وبعض المشغولات الذهبية اللي اتكتبت بالتفصيل في ورقة البحث. وتوصل أهم معلومة لرجال المباحث، والمعلومة دي من البنت الصغيرة سارة اللي عندها 9 سنين، واللي هي تعتبر اللي اكتشفت الجريمة. وفي وسط كلامها قالت لرجال المباحث إن حنان والدتها كانت بتغير على باباها جدا من السكرتيرة. وهنا رجال المباحث شكوكهم كلها تتأكد، لأنهم كانوا حاسين إن حكيم ليه علاقة بالموضوع ده بشكل مباشر، برغم إنه كان عارف يمثل الانهيار كويس جدا. وأول حاجة عملها رجال الأمن إنهم اتأكدوا من سمعة حنان كويس جدا وعملوا بحث عنها كامل،
وعرفوا إنها ملهاش أي علاقة غير شرعية مع أي حد. ده غير إن الرقم اللي بعت لحنان الرسايل دي لم يتم استخدامه في أي حاجة تانية غير الرسايل دي. ده غير إنهم لقوا إن نفس الرقم ده بعت لحنان في نفس يوم الجريمة، وده نفس الوضع اللي لقوه مع الرقم اللي كلم جدة الأولاد بعد الوفاة، اللي قال لها إنه قتل بنتها وإنه عايز 50,000 جنيه. برضو لقوا الرقم ده مقفول وإنه لم يتم استخدامه إلا في المكالمة دي. فواضح جدا إنها خطة مدروسة كويس قوي. فيقرر رجال المباحث إنهم يعملوا تتبع لخط السير اللي قاله حكيم يوم الجريمة بالظبط، ويكتشفوا إن كل اللي قاله حكيم فعلا حصل، بس في حاجات غريبة جدا كمان حصلت. حكيم لما راح لفرن العيش تعمد يتخانق مع الناس اللي واقفة علشان العيش ما كانش عاجبه، ولما راح لمحطة البنزين اتخانق جوه المحطة برضه لأنه تعدى بعربيته طابور العربيات اللي واقف بحجة إنه متأخر على المدرسة. ولما راح المدرسة لأول مرة حكيم يعزم صحابه على العصير، وبرغم إنه غني جدا لكنه معروف إنه بخيل وما يعملش كده. فيوصل تأكيد لرجال الأمن إن حكيم كان متعمد يثبت وجوده في كل مكان راح ليه، وده من خلال إنه يعمل مشكلة أو يسيب أثر. ولأنه عارف إن الناس كتير في البلد عارفينه فسهل جدا يفتكروه ويفتكروا الواقعة اللي حصلت. ده غير إن رجال المباحث اتأكدوا إن حكيم على علاقة غير شرعية مع السكرتيرة. ويتم عمل تتبع وحصر للمكالمات اللي طلعت من تليفون حكيم، فيكتشف إن يوم الجريمة والساعة 7:15 صباحاً إنه كلم واحد اسمه محمد خلف وشغال سمكي، مكالمة غريبة مع شخص غريب في وقت أغرب. فيتم جمع المعلومات عن محمد خلف ده، ويكتشف رجال المباحث إنه عليه سوابق إجرامية. فيواجه رجال المباحث حكيم بالمعلومات اللي وصلوا له ليها دي، فيظهر عليه علامات التوتر، لكنه كان عنده قدرة غريبة إنه يعرف يتحكم في نفسه. وقال إنه كلم محمد السماكي الصبح علشان لما هيخلص يومه في المدرسة هيعدي عليه علشان يعمل له شوية حاجات في العربية. وده تصرف ممكن يبان إنه طبيعي، لكن برغم اللي قاله ده رجال المباحث تقرر إنها تتحفظ عليه، وتتحرك قوة من رجال المباحث علشان يقبضوا على محمد خلف. وأول ما يشوفهم يعترف على طول إنه هو اللي عمل كده، بس كل ده بتخطيط من الأستاذ حكيم. فيتم القبض عليه وعمل مطابقة للبصمة بتاعته، ويلاقوا إنها هي البصمة اللي موجودة في مسرح الجريمة. ولما حكيم المدرس المحترم يقول إنه ما يعرفش أي حاجة عن محمد خلف، وإن العلاقة بينهم مجرد علاقة شخص عادي وسمكي، وإنه ما يعرفش أي حاجة عن الجريمة اللي محمد خلف بيتكلم عنها، فمحمد يصدمه إنه كان مسجل كل المكالمات اللي بينهم بالصوت. ده غير إنه كان مسجل كل اللقاءات اللي حصلت بينهم برضو بالصوت. ونسمع إيه اللي حصل بالظبط قبل ارتكاب الجريمة ب4 شهور. العلاقة بين حكيم وبين السكرتيرة بتاعته كانت مستمرة وشغالة عادي، لكن في لحظة السكرتيرة طلبت منه إنهم يوقفوا كل العلاقات اللي بينهم، وإنها رافضة تعيش معاه بالشكل ده، وخيرته بين حاجتين، يا إما هي يا إما حنان. ولأن حكيم مسيحي الديانة فولا كان ينفع يتجوز السكرتيرة ولا كان ينفع يطلق حنان، فقرر إنه هيتخلص من مراته علشان يتجوز السكرتيرة بتاعته، وبدأ يخطط وينفذ الجريمة بتاعته في 4 شهور كاملين. أول حاجة اشترى خط تليفون وبدأ يبعت رسائل غرامية لمراته حنان علشان لما الجريمة تحصل رجال المباحث يشكوا إن حنان على علاقة بحد وإنه هو اللي عمل معاها كده. وتاني حاجة عملها إنه طلع على الجبل في الأقصر في منطقة موجود فيها ناس اسمهم المطاريد، والناس دي بيرتكبوا أي جريمة عادي، مش فارق معاهم أي حاجة، لكن بسبب بخل حكيم والرقم القليل اللي عرضوا عليهم علشان يقتلوا مراته، فالناس دي رفضت تستقبل حكيم ورفضت تسمعه من البداية. فلما ينزل من الجبل يقرر إنه هيلاقي طريقة تانية
ويكمل بقية الخطة لحد ما يلاقي الشخص اللي هيقتل مراته. بدأ في الفترة دي يقنع حنان مراته إن عندها أرق وعندها مشكلة في النوم، وإنها لازم تاخد أدوية منومة، وخلاها هي اللي تنزل بنفسها للصيدلية، هي اللي تشتري الأدوية دي. وخلال الوقت ده كان بيدور على شخص مناسب علشان يقتله مراته. فوصل لمحمد خلف السماكي، واللي اتعرف عليه بالصدفة وعرف إن عنده مشاكل مالية. ولما قعد معاه شوية عرض عليه إنه محتاج منه خدمة غريبة شوية، إنه يقتل مرات واحد صاحبه. وكان حكيم ما بيتكلمش عن مراته خالص، لكن محمد خلف لأنه عنده سوابق إجرامية والمعلومة دي ما كانش يعرفها حكيم، كان شاكك إن حكيم بيتكلم عن مراته، وعلشان كده قرر إنه يسجل لحكيم كل حاجة، بس ما كانش بنية إنه يبلغ عنه ويسلمه للعدالة. محمد خلف عمل كده علشان يفضل يبتز حكيم بالتسجيلات دي ويفضل ياخد منه فلوس، وقال إنه هيستنى عليه شوية قبل ميعاد تنفيذ الجريمة بكام يوم، ويبدأ يعرفه إنه معاه تسجيلات صوتية ليه. لكن محمد خلف اتفاجئ إن حكيم مرتب كل حاجة وعايز كل الخطوات تتم بسرعة. واتفق حكيم مع محمد إنه هيديله 2000 جنيه مقابل إنه يقتل مراته، وده بعد ما حكيم اعترف لمحمد إن فعلا الضحية دي هتكون حنان مراته، وإن غير 2000 جنيه هيديله أي دهب حنان لابساه اليوم ده، وأي دهب موجود في الدولاب هو هيطلعه بنفسه. وفي يوم تنفيذ الجريمة حكيم يكلم محمد الساعة 6:15 الصبح، ويقابله في الشارع ويدخله معاه البيت بنفسه، ويطلب منه إنه يدخل أوضة النوم على مراته. ومحمد لما يدخل يلاقي حكيم داخل عليه بحتة قماش مبلولة، ويطلب منه إنه يخنقها، بس محمد يلاحظ إن في علامات زرقاء كتيرة موجودة على جثة حنان. ده غير كمان إن المية اللي وقعت عليها من حتة القماش المبلولة ما أثرتش خالص في حنان، فجاله شك إن حنان فعلا ميتة. فمحمد فكر ساعتها إنه كده ما عليهوش أي جريمة، لأنه ما عملش حاجة أصلا. فخد 2000 جنيه من شنطتها وخد الدهب اللي موجود في الدولاب، ولما جم يطلعوا الدهب اللي في إيديها ما عرفوش. يقوم المدرس المحترم يدخل الحمام ويجيب صابونة علشان تساعدهم إنهم يخرجوا الدهب من إيد مراته. وفي وقت تنفيذ الجريمة ابن حكيم فعلا يصحى من النوم، لكن حكيم يخبي محمد خلف على جنب ويقابل ابنه بمنتهى البرود، ويخليه يطمن ويبص على مامته إنها نايمة وهي في الوقت ده كانت مقتولة، ويطلب منه إنه يدخل يكمل نومه لأن الدنيا بدري جدا. وبعد ما يخلصوا كل حاجة يطلب من محمد إنه ينزل ويستناه في مكان بعيد، وبعدها حكيم ينزل ويروح الفرن ومحطة البنزين والمدرسة، وفعلا يسيب أثر ليه في كل مكان علشان رجال الأمن تتأكد إنه ما كانش موجود في البيت وقت وقوع الجريمة. وبعد ما قتل مراته وعمل فيها كده ويخلص كل المشاوير بتاعته، يقابل محمد خلف ويديه خط التليفون علشان يكلم حماته ويقول لها اللي قاله ليها في التليفون، إنه قتل بنتها ومحتاج 50,000 جنيه. وفي نفس الوقت حكيم يمسك الخط التاني ويبعت رسائل غرامية لمراته. وبعد فترة طويلة في المحاكم يتم إصدار حكم الإعدام عليهم هما الاتنين سنة 2016. ربنا يرحم حنان ويخلصنا من الشر وأهله. ونهاية الكلام سلام.